مفيش احلى من كده. هنعمل النهارده فطيرة السجق في ثواني، وطبعا احلى من اللي بنشتريها جاهزة من بره مورقة ودايبة كده وزبدة وريحتها قلب الدنيا. وهتقومي تعمليها حالا من كتر ما هي سهلة وبتتعمل في ثواني. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خير ما نبدأ به معانا كيلو دقيق، نحط له شوية ملح، معلقة ملح صغيرة، ونحاول نقلب الملح عشان يختفي كده في الدقيق الأول. وكمان معانا معلقتين صغيرين برضو سكر، ونقلبهم كويس. الكيلو الدقيق بياخد كوبايتين اتنين مية كبار، بس لازم تكون دافية. نبدأ نعجن بقى. وطبعا علشان تاخدي نتيجة كويسة لازم تفضلي تعجني كتير فيه لحد ما تحسي ان العجينة يعني بتاعة الفطير بدأت تمط معاكي. يعني هو بياخد وقت شوية في العجين، بس ده بيديكي نتيجة حلوة قوي. تحسي ان العجينة بقت طرية كده وفيها عرق كده بتمط. لو أول مرة تتابعوني ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللي ما اشتركش يشترك عشان القناة تكبر بيكم. حطينا بقى كمان جبنا كوباية كمان مية دافية، ونكمل عجني بيها بقى. هسيبكم بقى شوية كده واعجن حبة كتار واجيلكوا تاني. بعد ما قعدنا نعجن فيها، لان يعني ايه خدت وقت شوية. تحسي ان شوفي وانت بتشديها كده تحسي ان بتمط جامد. تعرفي كده ان هي بدأت خلاص كده تبقى ايه النتيجة مظبوطة معاكي. بس كده خلاص كفاية عليها. نغطيها بقى ونسيبها نص ساعة كده لحد ما نعمل السجق بتاعنا. معانا بصلاية وفلفلاية متقطعين. وطبعا السجق بتاعنا جاي جاهز بتوابله، يعني هو متبل زي ما هو بيبقى مظبوط، فانا مش هضيف له اي حاجة. هو بيحرق كمان. هنشوح البصل معانا ونقطع السجق معانا بقى التقطيعة اللي انت عايزاها، يعني تقطعها كبير صغير. يعني في ناس كمان يعني بتشيل من عليه اللي هي الجلدة الشفافة ديت وبتقطعه زي ما تحبي. اول ما نشوح البصل كده وتبدأ ايه تاخد لون معانا كده، مش يعني مش هنحمر قوي، هو بس تدبل شوية. هننزل بالسجق بتاعنا اللي قطعناه. هو مش بياخد اي وقت، اول ما يبدأ النار عالية عليه بنشوح على العالي، لانه هو مش بياخد وقت خالص. ومش هنضيف له اي بهارات لانه هو متبل جاهز. لو انت عايزه تضيفي له حاجه معينه ضيفي، بس انا مش هضيف له اي حاجه بصراحه، لانه بيبقى يعني ايه بحس ان البهارات بتاعته بتبقى زايده شويه، فمش عايزه طعمه يعدي الفطير بصراحه يعني. نقلب كويس جدا كده لحد ما يتشوح معانا خالص وينشف. هو يعني ايه بيستوي على طول. تعالوا اوريهولكوا كده ايه بعد شويه، بعد ما استوي خلاص كده نشف خالص، مفيش في اي سوائل. يلا نحطه على جنب. معانا هنا معلقتين زبدة، احنا هنستخدم زبدة وزيت، ونسخنهم شوية في الميكرويف ونجيبهم تاني. نقطع بقى العجينة بتاعتنا بعد ما ارتاحت كده، حتى هوريها لكم دلوقتي وهي تحسي ان هي مرنة خالص. يعني ايه تحسي ان هي طرية جدا. نقطعها على أربعة. الفطيرة الواحدة بتعمل اتنين، يعني بنعمل الفطيرة باتنين، احنا نعمل فطيرتين اتنين. يلا بقى نبدأ. بسم الله. معانا بقى الأول ايه، هنجيب الزبدة بتاعتنا وبحط عليها حاجة كمان بتدي طعم حلو قوي. بحط فيها معلقة قشطة. احنا ممكن نستخدم زبدة وقشطة وزيت، يعني ايه بنخفف شوية الدسم شوية، بس ايه بطريقة معينة يعني، بدل ما نخليه زبدة خالص فتحس ان هي تبقى كتير زبدة طبعا، فاحنا بنزوده شوية زيت. وما بنحط القشطة بتدي طعم حلو قوي. ونقلب كويس جدا كده لحد ما تدوب معانا، ونبدأ بقى نبطط معانا، بس يا ريت بالراحة خالص عادي. حتى لو يعني ممكن لو حتة اتقطعت مننا احنا ندويها برضو. نبدأ نشد بالراحة كده.
وكل ما بنسيب العجينة يعني لو قطعناها وسبناها كمان شوية كانت هترتاح اكتر. احنا قطعناها واشتغلنا فيها على طول، بس برضو ان شاء الله يعني ايه مش هتتقطع، هي هتاخد وقت بس شوية على ما تتفرد. أنا عايزة اقول لكم ان هو طعمه جميل جدا وهتحبوه قوي لان طريقته سهلة جدا. انا كنت الاول يعني اقعد اعمل فطير واعمل طبقات لا بس بجد بجد بيبقى لذيذ قوي، بتحسي انت عايزة تعمليه على طول. ما هوش صعب ولا اي حاجة. هو دقيق ومية والحاجة اللي تحشيه، ممكن تحشي جبنة بس ممكن بسطرمة ممكن لانشون ممكن يعني ايه زي ما تحبي، ممكن ما تحشوش خالص وتاكليه بقى مع عسل او جبنة قديمة او اي حاجة يعني. اتفردت معانا بسهولة جدا لانها معجونة كويس جدا. بس كده نبدأ بقى ايه فيها حتة صغننة بس مش مشكلة عادي يعني. م- حتى لو فيها حاجات صغننة كده اتقطعت عادي مش مشكلة هندويها يعني مش هتعمل حاجة. المهم ما بيبقاش فيها ايه حتة سميكة قوي زيادة عن التانية او حرفها مثلا في حتة تخينة قوي عن الوسط، لا عادي. نبدأ بقى ندهن كده زبدة. نبدأ بقى نلمها على بعضها مربع كده. كل ما نلم نحط معانا زبدة. نحاول كده ايه ونقفل كويس كده. بس كده ديت الأولانية خلاص هنعملها كده نحطها على جنب. نجيب صينية نحطها عليها ونسيبها على جنب على ما نعمل الطبقة التانية. نحاول نفرد بقى فيها كده ايه على قد ما نقدر بشويش عليها برضو يعني ايه. ممكن احنا لما بنشدها جامد فهي اللي بتتقطع، انما لو عملناها بالراحة كده يعني ايه تعاملنا معاها بالراحة هي مش هتقطع معانا. بايدينا الاتنين ونحاول بالراحة كده يعني ايه لحد ما تتفرد معاكي خالص يعني. هي اكيد اكيد يعني اكيد هيحصل فيها قطع من اي مكان يعني بس عادي مش مشكلة هتيجي في الاخر فطورة حلوة والله ما تقلقوش. المهم واحنا بنعمل الوش ندوي الحتة ما تجيلناش فوق يعني. بس كده خلاص يعني بقت رقيقة خالص وعملت لنا ايه فقاقيع كتير اهي تحت. تعالوا بقى نحط التانية نظبط كده في الوسط كده ونجيب التانية بتاعتنا معانا. يا الله. نشيل من على الصينية ونحطها في النص بالظبط. نحاول نظبطها برضو كده ايه يعني ايه لو اتنت او حاجة. ونحط بقى معانا سجق ونحط جبنة موتزاريلا بقى زي ما انت عايزة. وممكن تحط لها شطة لو انت عايزة، هو اصلا السجق بيحرق فاحنا مش هنحط شطة كفاية هو. ونبدأ بقى نقفل كويس جدا كده وكل ما نقفل حبة ندهنها معانا زبدة على قشطة. نظبط كده معانا الحروف كويس كده عشان ايه ما تكلكعش وتبقى تخينة، ونشد ونقفل كويس على وشها كده. انتوا هتعملوا فطير تحفة. نقفل بقى بالظبط كده ونجيب معانا الصينية طبعا زي ما تحبي مربعة مدورة، احنا نعملها مربعة كده في صينية الفرن عشان ايه نكبرها شوية تعمل معانا فطيرة كبيرة حلوة كده. هي بتعمل 2 كبار بصراحة يعني الكيلو بيعمل فطيرتين 2 كبار بس، واحنا بنبطط بقى كده ما نضغطش جامد علشان ال- السجق ما يقطعش الطبقة اللي على الوش. بعد ما نبططها بقى كويس شوية قشطة بقى صغيرين على الوش كده عشان تدينا لون ايه يعني حلو قوي، بلا الزبدة خلاها قشطة بس على الوش. ونولع الفرن على عالي على درجة حرارة 200، بتتحط في النص يعني مش على الأرض قوي، بس أول ما تبدأ تستوي تشيليها على طول وتحمري وشها عشان الفطير بالذات ما بياخدش وقت طويل في الفرن. لأنه لما بيقعد شوية كتار في الفرن بينشف خالص وتحسي ان انتي مش عارفة تاكليه، لكن هو لما يشم النار من تحت حمر وشه ونطلعه بس ما بياخدش وقت. لو طولتي عليه اكتر بينشف ويبقى طعمه مش لذيذ خالص. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ لازم تجربوه. ومن جوه بقى وشه عامل ازاي تحفة تحفة. بس سخن جدا، جربوه قولي لي ايه رأيكم فيه واشوفكم تاني ان شاء الله في مطبخ صعيد.